ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الوصفة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. حاجة كده جميلة جدا جدا، زي ما انتوا شايفين المنظر عامل ازاي. سيرفيس حلو جدا جدا، تقدري تقدميه على سفرتك في العزومات، هيبقى حلو جدا. لو عاملة جنب منه مثلا فراخ او اي حاجة تاني، هيبقى يعني كفاية قوي. حاجة كده خطيرة بجد. جربوا ان شاء الله تتبسطوا بيه، وهنكمل ونشوف عملنا ازاي. هنا بقى معايا ايه المقدار الدقيق اللي انتوا حابين تعملوه. انا كنت بدأت بكيلو وشوية مية لوناهم، يعني حطيت فيهم نقطتين من اللون الأحمر الجل، أو أي لون غذائي عندك هتلوني. الخطوة دي اختياري، بس هي بتفرق في درجة لون قطعة اللحمة. بعد ما بنخلصها بتفرق في درجة اللون. بنعجن. عايزين عجينة متماسكة. خلاص هنا بنفضي المية شوية شوية، بس بصراحة طريت مني فاضطريت ان انا احط شوية دقيق زي ما هتشوفوا كده. هنا انا زودت حبة دقيق تاني عشان كانت العجينة طريت. عايزين عجينة متماسكة، وتفضلي تعجني فيها شوية بشوية كده لحد ما توصلي للمنظر ده. عجينة مش بتلزق في ايديك، تحس العجينة سابت ايديكي كده ومتماسكة. بنسيبها حوالي ساعتين، وبعد ساعتين بفضي عليها نص لتر من المية. عايزة أقول لكم كمية الدقيق دي كانت حوالي كيلو وربع أو كيلو 300 جرام تقريبا. إن أنا كنت بادئة بكيلو، وبعدين زودت لما العجينة طريت، فلما زودت ما كنتش بوزن. فهي فرنج كده، فرنج من كيلو وربع لكيلو 300 القطعة اللي أنا بعملها. تقدري تعملي كيلو ونص أو كيلو أو نص كيلو زي ما انتوا حابين. الكمية اللحمة اللي هتطلع دي هي اللي انتوا شفتوها. بنغسل في اللحمة بمية قليلة 3 مرات، عشان النشا اللي بيطلع ده. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصفيه وبحوشه وبجمعه، وهعمل بيه كريب. هتشوفوا شكل الكريب طالع خطير جميل جدا جدا. بنحوش في المية، بزود مية، وبنفضل نشطف في قطعة العجينة، ونصفي ونركن في مجموعة كده من المية لحد ما بنقول كده كفاية. هما الحبة دول خلاص. بعد كده بروح على الحوض وبشطف بقى براحتي. يعني على الحوض بشطف براحتي. انا حوشت شوية وركنتهم، اللي هي فيهم النشا التقيل. تقيل قوي زي ما كنت بتشوفوا كده. معلش ان انا مسرعه الفيديو، ما كانش ينفع اسيب الفيديو طويل قوي، كنت هتزهقوا منه. كده خلاص خلصنا. هي قطعه اللحمه خلصت، هي اتشطفت زي ما انتوا شايفين. خلصنا كده، ما فيش فيها اي دقيق اي نشا. كده ده الجلوتين وبس، يعني دي كده قطعه اللحمه وبس، ما فيش فيها اي نشا تاني. زي ما انتوا شايفين لونها موحد، مفيش فيها بقع بيضة ولا اي حاجة. يعني كل ما شطفتوها كويس هتديكوا نتيجة حلوة. خلاص ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو وصلتوا معانا لحد هنا. خلاص كده خلاص. هركن بقى قطعة اللحمة دي، هركنها ترتاح، وعملت الكريب. معلش ان انا ما صورتش اثناء ما انا بعمله، بس زي ما انتوا شايفين العجينة كانت سايلة. لفتها بالمضرب مع معلقتين 3 دقيق ذرة، وحطيت فيها قطع لانشون، فلفل، او حطيت فيها بصل اخضر. تحطي فيها جبنة اللي انتوا عايزينه. تقلبي كده فيها بالمضرب وبتصبي وحطيت بيكنج باودر معلقة صغيرة. هبقى اعملها في مرة معاكم واوريها لكم بتتعمل ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين شكل الكريب عامل ازاي. كان خطير، طعمه خطير جدا جدا. دقيق الذرة بيديله ريحة وطعم جميل جدا جدا. يبقى كده استفدنا بكمية الدقيق، مفيش حاجة فيها بتترمي. خلاص. عشان ايه بس ما تبقوش زعلانين على كيلو الدقيق ولا حاجة اللي انتوا بتجربوا فيه. مفيش حاجة فيها تترمي. النشا بيطلع بتحط له معلقتين 3 من الدقيق الذرة، وشوية حاجات لو انتوا حابين. مش حابين هتعملوه كريب سادة، مع معلقة بيكنج باودر ومعلقتين 3 زيت، وتقلبي وتعملي الكريب. خلصنا الكريب وكلناه كمان، واللحمة مركونة. اتركنت حوالي ساعتين في التلاجة. بتنزل مية هي لوحدها كده، بتفضل تنزل. شايفين المية؟ بتنزل مية كده لوحدها. هنعمل بقى البهارات اللي هنبهر بيها قطعة اللحمة دي. حلبة طحنتها، وحطيت منها معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر، نص معلقة فلفل اسود، بابريكا، حبهان، وده قرنفل،
ومكعبين مرقة. هاخد الحاجات دي وطحنتهم في الخلاط وضاعفت الكمية عشان اقدر اطحنهم في الخلاط، ضاعفت الكمية مرتين تاني. كده بقى معايا بهارات بطعم البسطرمة، عشان تكونوا فاهمين ايه البهارات دي وليه الحاجات دي. كده دي بهارات بطعم البسطرمة. هاخدهم وانخلهم بالمصفى دي، هنخلهم عشان يكون ناعمين، والخشن هاخده على جنب مش هيترمي. هنحط منه في الشوربة بتاعتها او في مية السلق بتاعت قطعة اللحمة النباتي اللي احنا بنعملها، اللي هي دي. بصوا بعد ساعتين عملت ازاي، عاملة زي ما اكون استك بتروح وتيجي في ايدك. بصوا هوريها لكم هنا، هفردها بقى براحتي هنا. بصوا بصوا عاملة زي الاستك ازاي. حابة اوريها لكم عشان تبقوا واخدين بالكم النتيجة هتكون عاملة ازاي بعد الركنة. دي البهارات ومكعبين المرقة الخضار، فتتهم كده وحطيت عليهم البهارات وقعدت ادعك فيهم كده والفهم. لقيت ان برضو العجينة بالطريقة دي عشان انا كنت مستعجلة، كان ممكن اسيبها كده مدة مثلا ساعة ساعتين تشرب من التتبيلة، وكله يختلط ببعضه. فانا عشان مستعجلة قمت مقطعاها شوية بايدي شوية بالسكينة وجبت المقص. وفضلت اعمل فيها كده، وفي الاخر حطيتها في الكبة وطحنتها في الكبة. بس خلوا بالكم من الكبة بتاعتكم، لو ضعيفة ما تعملوش الخطوة اللي انا هعملها دي. خلاص. يعني ممكن بعد ما تقطعوها بالسكينة او بالمقص حتت صغيرة جدا، اركنيها، هي هتروح جمع نفسها تاني وهتلزق في نفسها وهتشرب من التتبيلة، ويبقى كده وفرتي خطوة الكبة. بص انا بقصقصها بالسكينة بالمقص اهو حتت صغيرة جدا اهو. خلاص. بصوا ده منظرها بعد ما قطعتها، بصوا حتت صغيرة اهي. كده انت لو ركنتيها بالوضع ده هي هتلزق في بعضها تاني وهتجمع نفسها وتستغني عن خطوة الكب، بس محتاجة وقت. هنا انا حطيت نص معلقة صغيرة سمنة كمان اهي اللي انتوا شفتوها دي قبل ما احطها في الكبة، بتدي تطعيم حلو للعجينة بتاعتنا. هضربها بقى في الكبة، يعني ضرب متقطع بتاع دقيقتين مش اكتر واقل كمان، مجرد احس ان هما خلطتهم كده مع بعض. خلاص كده تمام اهم اختلطوا مع بعض، عملتهم ضرب متقطع مفيش دقيقتين كده واقل كمان. وتخلي بالكم الكبة بتاعتكم انا بقول لكم تاني اهو. هجمعها بقى كده، والمفروض بقى كنت اسيبها ترتاح برضو شوية، فهنا انا ما سبتهاش. فجبت بقى قطعة شاشة تكون جديدة خالص او نظيفة، وهنلفها فيها رول كده، وهنلف عليها خيط، هنعملها كده يعني قالب كده. لفة الخيط دي مهمة جدا، بتخليها ما تتنفخش منك في السلق، أثناء السلق يعني. بنلف الخيط عليها كده بطريقة بدون ضغط، يعني واخدين بالكم أنا بلف من غير ما أضغط. الخطوة دي مهمة جدا عشان ما تتنفخش منك في أثناء السلق. وهنا أنا الخيط بالنسبة لي كان قليل، المفروض كنت لفيت خيط تاني برضو. خلاص. اللي بيعمل حاجة باستعجال مش صح على فكرة. بقى في السلق حطيت ورق لورا، تحطي بقى الحاجة اللي انت عايزاها. انا حطيت ورق لورا، حبهان بتاع ده فلفل اسود وملح، وحطيت شوية من اللي طلع من المنخل عشان احنا عايزينها بطعم البسطرمة. زي ما قلت لكم البهارات دي بهارات بسطرمة. خلاص. كده خلاص اهي اتسلقت وعدى عليها ساعة ونص تقريبا. أول دقيقتين بتسيب النار عالية، وبعد كده بتوطي النار شمعة وتسيبيها ساعة وربع. النار شمعة خالص، وتسيبيها تستوي ساعة ونص أو أكتر شوية، يعني مش أكتر من ساعة ونص، يعني من ساعة وربع لساعة ونص، وحسب حجم قطعة اللحمة اللي انت عاملاها. طلعناها زي ما انتم شايفين اهو، شلنا الخيط وفكناها. عايزه اقول لكم القماشه لما تيجي تلفي فيها اللحمه تكوني بلها ميه او تشطفيها وتعصريها قبل ما تلفي فيها العجينه اللحمه، يعني وهي لسه نيه، عشان ما تلزقش منك بعد السلق. بعد ما سلقتها جبت بقى الطاسه اللي احنا هنشوحها فيها، حطيت فيها زي ما انتم شفتوا نص معلقه من السمنه النباتي او معلقه، ومعلقة صغيرة من الصلصة كانت عندي، ومعلقة صغيرة جدا جدا من العسل الأسود، وحطيت شوية من البهارات الناعمة اللي أنا كنت عاملاها عشان تاخد طعم البسطرمة من بره ومن جوه. خلاص.
هنقلب بقى فيها كده وبندهن بقى بالسمنة بالفرشة، وتفضلي تشوحي فيها لحد ما توصل لدرجة لون انتي حباها. انا حابة اخليها تاخد لون كأنها حاجة مشوية، يعني شوفوا اللون هنا كأنك حطاها مثلا تحت الشواية، يعني خدت لون حلو اهو. اهو شايفين درجة اللون اللي انا حباها، اللون ده حلو جدا. هي مش محروقة بس طعمها حلو. هنقطع فيها بقى. بصوا بقى لو احنا سبناها ما كانتش بقت في شايفين الحبوب دي الخشونة دي، لو انت سبتيها ارتاحت قبل السلق كانت هيبقى الملمس بتاعها من بره ناعم اثناء التقطيع. فاهمين؟ بس برضو هي كده كأنها قطعة لحمة وانت بتقطعيها وبتاكليها كأنها قطعة لحمة، جميلة جدا جدا. والريحة والطعم صدقوني اللي دقها يعني اتبهروا بطعمها والريحة والطعم. ولو حابة كمان تحط لها قطعة فحمة وتديها طعم الشوي كانت هتبقى جميلة جدا. انا تاني يوم زاد شوية عملتهم كده مع بواقي اكل كانت عندي، هوريكم اللقطة دي. بصوا منظرها عامل ازاي، جميلة جدا جدا. جربوها، يعني سيرفيس حلو جدا، مش هيكلفك اي حاجة. تقدروا تحطيه على سفرتكم في رمضان، يعني كل سنة وانتم طيبين. جنب مثلا فرخة تكوني عاملاها، قطعة لحمة عادية، يعني جنب اي اكل هتبقى حلوة جدا. ده الجزء اللي بالذات تاني يوم انا حبيت اشوح كده واشوف بعد التقطيع لو احنا شوحناها كده في قطعة في السمنة كده ولا حاجة هيبقى شكلها عامل ازاي. كانت ريحتها جميلة جدا بحتة سمنة برضو. بس دي كانت سمنة بلد لأن الوصفة دي أنا عاملاها قبل الصيام. فكانت حلوة جدا. شايفين منظر السيرفيس جميل ازاي؟ يعني اللحمة هي منظرها لحمة ولا لأ؟ بس طعمها بسطرمة، واخدة شوية يعني مش كتير بطعم من طعم البسطرمة. ده الكريب اهو، ده الكريب واحدة اهو من اللي كنا عملناه. الكريب بيتاكل قبل أي حاجة زي ما انتوا شفتوا. شايفين المنظر؟ جربوها. لو عايزين تسألوني على أي حاجة اكتبولي في التعليقات وأنا هجاوبكم، وإن شاء الله نعمل منها وصفات تانية كتير هتتبسطوا بيها. شايفين منظر السيرفيس؟ حاجة جميلة جدا. ده تاني يوم بصوا حطيت قطعة فحمة وعملتها. كان عندنا فراخ محمرة برضو بواقي، يعني قلت ايه اديهم كده طعم الفحم ونجرب ونشوف مش هنخسر حاجة. لقيت طعمها خدت من طعم الشوي الفحم وكانت جميلة جدا جدا اهي. بصوا المنظر كان حلو. طبعا زي ما قلت لكم ده احنا عاملينها قبل الصيام، فكانت تجربة حلوة وجميلة جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم وتتبسطوا بيها، وتحاربوا بقى الغلاء بتاع اسعار اللحمة باللحمة النباتي دي، جميلة جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، ونشوفكم على خير فيديو جديد، وباي باي. يا رب الفيديو يعجبكم.